كارولين ميرا، مرحبا. مرحبا بولا. نحن اليوم بأول أيام تصوير مسلسل العائدة. الجزء الثاني تم انتهاء كتابته؟ لا، بعده عم ينكتب، بعد في كم حلقة بدهم كتابة. قد ايه هين وقد ايه صعب على المخرج انه يبشر بالتصوير ناس بعد ما انتهى، يعني ما بيعرف كيف بدها تتغير شوي الامور معه. بالعائدة 1 كان كتير صعب لأنه نفس الطريقة صارت، كان كتير صعب علينا. كنت أسأل حتى الكاتب شكري أنيس فخوري، قل له طيب شو بده يطلع معه؟ يقول لي عندي خطتين لإله، بشوف مع الأحداث أنا عم بكتبها فأنا ضيع يعني. فلعبتها وفادت العمل، لعبتها انه كل يوم بيومه. لقيتها علمتني هيدي الخبره انه ما ضروري يزرع الممثل لقدام انه هو حيطلع شرير، بالعكس يعني العنصر المفاجاه بضيف لصدق العمل. بالارقام شو جابت كيندا؟ جابت نسب عاليه؟ باي ارقام؟ الابسوستات؟ نعم. عندك وصول لهم تساليهم انه كيندا الاول كل وقت عرضه؟ عندك معلومات بتقول انه كان الاول؟ عندي المعلومات اكيد انه هو الاول، اكيد اكيد. كمان كان في اقوال انتشرت انه كيندا جاب نسبه واطيه، حتى حددوا ارقام. شو تعليقك على الموضوع؟ مثل ما هن ما بيقدروا خلي يطبعوا الارقام، بليز يطبعوا الارقام. هيدي الارقام اللي هن حطوها واللي الفوها يطبعوها. وانا هلا بجي بقول لك LBC جابت 25% بكيندا، وهيدا الرقم مش صحيح، مش موجود. اذا LBC بتجيب الرقم اللي حطوه معناتها خلي LBC تسكر، ما بقى لها مطرح الساحه. مش كيندا بس يلي بده يجيب واطي، بعتذر LBC ما بتجيب هالارقام. هن دافعين حق العمل. اذا كان في مردود سلبي فبده يكون لإلهم مش لإلنا. هون السؤال، هل في شركه بترضى انها تخسر؟ اوعى تصدقي بحياتك انه دراما بتخسر تلفزيون حبيبتي. شو ناطرنا بدورك بالجزء الثاني من العائدة؟ هيك لمحة سريعة. ما فينا هلا نفضح لمحة صغيرة. هالقمر اللي كانت بالحبس طلعت لبرا وبدها كمان تفش خلقها بكل شيء غلط، يعني كل شيء غلط ظلمها وما عم تعمل شيء لها. لقيت انه في حدا مصيبته اكبر، هي مصيبة ميسم، فكل شيء حطته قدام ميسم لتساعدها. بالجزء الاول ضحت كثير لميسم، بالجزء الثاني شو في شيء إلهي؟ إلهية ماشي، منا أنانية، منا أنانية أبدا. الست قمر بتضوي على الناس، ما بتاخد شيء لإلها. خبرينا عن مشهد بتتوقع انه رح تمثليه، رح ياخذ هيك رح يترك اثر عند الناس بالجزء الثاني. في مشهدي انا وميسم وقتها بكون هي بتخاف مني انه كيف انا عندي بدي جارديه وكيف انا هالقد قويه. بدي اثبت لها انه ما تغير نظرتها فيي. كثير حلو على الورق، رائع. ما بعرف كيف رح نلعبه. اكيد رح يترك اثر. اكيد واثقه من الصوره؟ على الورق واثقه بالصوره اكيد. مع كارولين ميلا، غمضي عيونك واشتغلي. حرام عمل مثل كيندا، اخراج وتمثيل وكاستنج رائع. حرام كان يصير فينا اللي صار، بس الحمد لله انه نجحنا، واكيد بدنا ننجح، لانه ما تصدقي بس تشتغلي من قلبك رح يروح تعبك ضيعان ابدا. لا. شو وجهة نظرك من يلي صار؟ يعني قلتي حرام يلي صار، شو تعتبري صار؟ اللي صار هو حرب، ما بعرف عمين، هو على المخرجة، هو على الانتاج، على استاذ زياد، هو علينا نحن كستاف تمثيلي. ثاقبت يمكن مرتين نفس الكاستنج عم نكون بعملين مختلفين. ما بعرف شو السبب. حرب من مين؟ يا ريت بعرف. بتلومي LBC على تغيير توقيت مسلسل كيندا؟
كنت بتمنى عليهم يحبونا مثل ما حبوا المسلسل الثاني، انه يتركونا بوقتنا وبيخلص مسلسلنا. ان شاء الله بيحطوا 10 مسلسلات غيرنا صحتين. المشاهد بيستاهل انه يحضر دائما نوعية حلوة. بس يلا شعر ريدي